مساكم الله بالخير. سجلنا القصيدة الأولى للشاعر أحمد مهدي المنسحي القيفي ونالت إعجاب الكثيرين. طبعا الشاعر أحمد مهدي المنسحي من أبدع شعراء قيفه، والذي يملك قيمة لنفسه وقيمة لشعره ولم يسقط في مستنقع العبودية، لذلك له قدر واحترام عندي ولشعره اعتبار، ويشرفني إلقاء قصايده. هذا القصيدة الثانية يقول فيها: البارحة مسيت أنا والسيد الهاجس نرسم خطوط التماسي واستلمنا الكاس، وأحسن وسيلة تبناها اللقى الخامس 25 جلسة في سلوك الناس، ناس عليهم سلام الله أشتامس، وناس لو يسلموا طار السفر والياس، فلاسفة عكس ما يحتاج له عاكس، هس الزرارات وتفرج على تكساس. فلاسفة عكس ما يحتاج له عاكس، هس الزرارات وتفرج على تكساس، وانسى عرب ساس كم مسترت واستانس بين الهيس في حواسيهم بدون احساس، بلسم علس بر لساني ذري والس مكيسه في بياس سامله وكياس. البارحه قيلوا في مكتب الرايس، واليوم يعبسوا بين الرجاء والياس، وما عسى بايسوا والشركه متلامس في الترس والدينمه والسلف والكباس. البارحه قيلوا في مكتب الرايس، واليوم يعبسوا بين الرجاء والياس، وما عسى بايسوا والشرك متلامس في الترس والدينمه والسلف والكباس. من الذي ساء وساء شعبان في مارس، ومارس الفحش والمنكر بدون قياس، ومن ذي يندس له في الفيلق السادس، ونخص المالية لا معلنة الافلاس. يا سارق الفاس رده يا لنا فارس، لا بتقود الفرس مالك ومال الفاس، خل الفسالح علي والموقف الباخس، ودعس الفقر بقدام الغنى دعاس، وجس على من في وادي سبا جالس، لام الحوار السلس يخرج من السنداس. وقد نسيت ان جنسه غير متجانس، ما جلسه الا وفيه 400 هلاس، احد يرش العدل وان العدل يابس، واحد يدق الجرس لا ما يجي جساس، وكل نامس وهو ملقوس بالنامس. نتيجة الهولسة والكذب والولاس والكنز راس البلاء يا الفارس القامس، وخس ولعا من الشيطان في الوسواس، إنسان ينساك يا برد الشتاء اللاهس، يفقس القاف من تحت القطاف فقاس. وكم نسبة الفقر أنس في بلاد أنس، وكم نساء عنست في دولة العباس. لو منت يا شعب مثل الفجل الخايس، كانت على كنز يكسيك الذهب والماس، وينس القام على المعتر والبايس، يمسه الضر